بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي، قبل أن نبدأ بموضوعنا هذا، أرجو من الإخوة الذين لم يشتركوا في القناة الاشتراك بها حتى يصلهم كل جديد، ويدعمونا باللايكات والاشتراكات. إخوتي، مهما تقدمت الصناعات وتطورت، فلا يمكن للبشر الاستغناء عن هذا المصنع، مصنع الحليب. هذا المصنع العجيب إنه مصنع متحرك، يمكنك أن تذهب به إلى أي مكان، لا يتصاعد منه دخان يلوث البيئة مثلا، ولكن ملوثات البيئة في هذا العصر الحديث ممكن أن تؤدي إلى قلة إنتاجه أو تعدم إنتاجه نهائيا بسبب التلوثات